في إشعار بيجيلك على الفيسبوك، إن تم تقييد حسابك وراجع حسابك ودخل اسم حسابك على الفيسبوك والرقم السري عشان يراجعوا حسابك على الفيسبوك. الرسالة اللي بيجيلك شكلها بالظبط هتظهر قدامك على الشاشة دلوقتي. يا ريت اللي يشوف الرسالة ديت ما يفتحهاش خالص، يعمل بلوك ويعمل حظر فورا، لأن مجرد ما تدخل على الرسالة وتحط اسمك بتاع الفيسبوك والايميل بتاعك، الصفحة بتاعتك بتطير طبعا، مش هتلاقيها تاني. دي هاكر يا جماعة. دخل حد كلمني وقال لي اتكلم على الرسالة ديت، والرسالة دي جات لي، انا قلت له ما تفتحش الرسالة ولا تتكلم خالص ولا تخش تكتب اي حاجة، اعمل بلوك فورا. دي هاكر يا جماعة. انا بكرر تاني، شكل الرسالة هيظهر لك دلوقتي، عشان لو ظهرت لك ولا حاجة ما تدخلش ولا تفعل الرسالة ولا تعمل اي حاجة. انا حبيت انوه بس، لان مجرد دخولك على الاشعار ده بتاع الفيسبوك هتبان لك في الاشعارات. مجرد دخولك على الرسالة ديت او الاشعار ده وتخش وتدخل اسم الصفحة بتاعتك والرقم السري، صفحتك طارت بمعنى الكلمة، مش هتعرف تجيبها تاني. دي هاكر يا جماعة. في حد دخل كلمني وقال لي الصفحة بتاعتي طارت وجات لي الرسالة ديت والقصة، وهو عامل لها سكرين شوت، نفس الرسالة اللي هتشوفها على الشاشة دلوقتي هي دي فعلا بالظبط. دي هاكر يا جماعة. أنا بكرر، مجرد دخولك على الرسالة لتاني مرة، مجرد دخولك على الرسالة مش هتلاقي صفحتك تاني. فيا ريت اللي تجيله الرسالة ديت أو الإشعار ده على الفيسبوك، يا ريت ما يخشش ولا يعمل أي حاجة، يعمل بلوك فورا ويعمل حظر رسالة أو يلغي إشعار الرسالة فورا. فدي اللي حبيت انوه عنه، لان في ناس جات لي تتكلم عن النقطه دي، وانا جات لي شخصيا برضو نفس القصه دي.